السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم عن 3 أهم أشياء تستوي في هذه الأيام، واللي هو عن بطولة كأس الخليج. راح نتكلم وراح أعطيكم توقعاتي. طبعا هذا السنة تعرفوا كلكم أنه في العراق وفي البصرة، وعندكم نفس الشيء. راح أتكلم عن بعض المباريات اللي استوين في الأسبوع الماضي واللي راح يستوين، وبعض بعض الأشياء راح أتكلم عنها في الدوري الإنجليزي، ونفس الشيء راح نتكلم عن مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، ونفس الشيء راح نتكلم عن مباريات ريال مدريد اللي راح تكون. لكن على العموم قبل ما نبدأ سووا لايك وخلينا نبدأ مع بطولة كأس الخليج. راح أعطيكم توقعاتي. نتكلم أول شيء عن بطولة كأس الخليج. عندنا في المجموعة الأولى العراق، عمان واليمن والسعودية. العراق صاحبة الجمهور والأرض، ما فقط لما أقول الأرض والجمهور حس كنا نقلل من الجمهور. يمكن هذا الجمهور راح يعطي دفعة معنوية للمنتخب العراقي، ويمكن قد يضره لأنه يعملك ضغط. فإذا ما قدم مستوى قوي يمكن حتى راح تخرج من البطولة من المجموعات عادي. هذا شيء طبيعي عادي. فعلى العموم المنتخب العراقي في آخر السنوات بصراحة سنة أو في آخر الشهور ما قاس يقدم مستويات كبيرة، وما أنه مقدم يعني الفورمولا القوية. لكن يمكن هذه البطولة راح تعطيهم دفعة معنوية، خصوصا أنه في بداية السنة وعنده هذه السنة 4 بطولات. معظم المنتخبات تقريبا تشارك 4 أو 3 بطولات، اللي هي كأس الخليج، بعد ذلك بطولة غرب آسيا، بعد ذلك عندك كأس العرب وكأس آسيا 23. ففي كم بطولة، فيمكن قد نشوفها أن يقدم بعد هذه بعد هذه البطولة راح يتحسن مستوى المنتخب العراقي. نتكلم عن نفس الشيء المنتخب اليمني والسعودي، بعدين نروح للعماني. المنتخب اليمني صحيح أنه ما قادر يقدم في المستويات أو السنوات الماضية مستوى كبير، ولكن يمكن يوم من الأيام راح يفاجئنا ويحقق البطولة لأول مرة، وأنا أتمنى لهم صراحة أن يحققوا، يكون جميع المنتخبات اللي تشارك في هذه البطولة محققة. لكن على العموم المنتخب اليمني حتى لو أنه ما حقق هذه السنة، أنا أعطيكم إياها أن المنتخب اليمني راح يرجع ينافس بصراحة، راح ينافس ما في هذه البطولة، لكن عندهم أسماء بصراحة في الشباب والناشئين، يعني ما شاء الله عندهم مستويات كبيرة. نتمنى لهم التوفيق. وعندكم نفس الشيء المنتخب السعودي اللي داخل بالرديف. صحيح انه داخل الفريق الثالث او الثاني، ولكن يعني احذروا منهم نفس الشيء، لانه ما اسماء عادية، يعني لاعبين وعندهم مستويات كبيرة ويقدموا، يعني يمكن قد يكونوا راح يسوون مفاجأة ويوصلوا إلى النهاية أو نصف النهاية على الأقل، يتأهلوا من دور المجموعات. فلا بد أنه يحذر منهم جميع المنتخبات. المنتخب السعودي. خلينا نروح للمنتخب العماني اللي راح أتكلم. المنتخب العماني طبعا أتوقع على مستوى الرياضة اللي في عمان هي هذه أفضل بطولة اللي لابد نحن نتجهز فيها أكثر من تصفيات كأس العالم أو كأس آسيا. هذا الجمهور أصلا يعني مستوى الرياضة عندنا هو أفضل منافسة عندنا. يعني صحيح أننا كأسماء لاعبين وكمدرب وعمل والى اخره، المنتخب يستاهل انه ينافس على بطولات اكبر من بطولة كأس الخليج والى اخره، ولكن بصراحة على مستوى الرياضة اللي موجودة في عمان حدنا كأس الخليج، يعني لابد ان ننافس فيها. يعني حرام ان نطلع من هذه البطولة ما محققين على الاقل البطل او الوصيف، او على الاقل ننتهي من دور المجموعات بصراحة، لان هذه افضل بطولة. واتوقع التشكيلة الاساسية داخله، التشكيلة الاساسية اللي لعبنا ضد المانيا في الودية، واللي لعبنا فيها في التصفيات الأخيرة، واللي لعبنا فيها البطولات الماضية، معظم الأسماء حاضر. يمكن المشكلة الوحيدة أو العنصر الوحيد هو الهجوم، المشكلة الوحيدة. لكن تقول معنا كم مهاجم أصلا داخلين مهاجمين، ويمكن قد يدخل عمر المالكي كمهاجم وهمي، ويمكن لا، يمكن يعتمد على عصام والآخر مهاجمين بس عندنا فقط. فالمشكلة هي الوحيدة في الهجوم بصراحة. أما كم باقي العناصر كأجنحة كوسط كدفاع كحارس، عندنا حراس 3 مشاركين اللي شاركوا، اللي كانوا متواجدين في مباراة ألمانيا الأخيرة اللي كانت مرة قدمنا فيها مستوى كبير، ونفس الشيء في التصفيات وكأس العرب وكأس، يعني كلنا هذيلا كلهم متواجدين. فيمكن نحن من هذه البطولة الودية طبعا راح تفيد المنتخب، لأن يعني أنت لما تلعب ودية بس فيها جمهور وفيها منافسة وفيها حماس وجماهيرك يعني يتمنى انك تفوز، فيمكن راح كما تقولوا ان يقدم افضل مستوياتهم واكثر فاكثر مع بعض، وهذا الشيء راح يستفيد بصراحه منه جميع اللاعبين وجميع العناصر المتواجده. ويمكن قد نشوف المدرب يغير تشكيله او يدخل لاعب، يعني يكتشف لاعبين يقدموا مستويات كبيره، ونتمنى ذلك. خلينا اعطيكم توقعاتي من هذه المجموعه. راح يتاهل العراق كمتصدر والوصيف عمان. هذه توقعاتي من المجموعه الاولى. خلينا نروح المجموعه الثانيه.
المجموعة الثانية اللي فيها الإمارات وقطر والكويت والبحرين، فيها منافسة كبيرة هذه البطولة بصراحة. في هذه المجموعة أقصد. يعني عندكم المنتخب الإماراتي بصراحة، حتى إنه عنده بعض الغيابات علي مبخوت يمكن وبعض الأسماء، ولكن بصراحة عندهم أسماء وعندهم لاعبين وعندهم عناصر ومواهب وعندهم يعني أصحاب خبرة واجدين لاعبين، فقادرين إنه يقدموا أفضل ما عندهم. فقط لو إن المدرب يعطيه وضعية إنه هذا هو المنتخب الإماراتي اللي نعرفه، خلاص المنتخب الإماراتي قادر يوصل النهائي. أعطيكم إياها بالأسماء اللي عنده والمراكز، أو نصف النهائي على الأقل. يعني مفروض المنتخب الإماراتي على الأقل يوصل إلى نصف النهائي ويتأهل من دور المجموعات. عندكم المنتخب الثاني اللي راح نتكلم عنه، المنتخب القطري. صحيح إنه البعض يقول لك إنه المنتخب القطري ما داخل بالأساسي، أنا أعطيكم إياها إنه يمكن المنتخب القطري قاس يجهز نفسه للبطولات القادمة بهذه الأسماء. على فكرة إن معظم اللاعبين على فكرة، حتى صحيح أن في بعض الغيابات يعني من المنتخب القطري، يعني معظم اللاعبين اللي نعرفهم من كأس آسيا غايبين معظمهم، ولكن في متواجدين يعني لاعبين شبان وعندهم مواهب، وبعض منهم أصحاب خبرة على فكرة. فالمنتخب القطري ما أنه داخل لك بالرديف والى آخره، يعني المنتخب القطري قادر نفسه إنه ينافس، قادر إنه ينافس وعنده لاعبين وعنده كل شيء، عنده يعني عناصر قوية. وعندكم المنتخب البحريني صاحب اللقب أو صاحب البطولة الأخيرة اللي حققها، نفس الشيء الأسماء أتوقع هي وقادر إنه ينافس يعني في هذه البطولة. وعندكم نفس الشيء الكويت اللي بصراحة متدهور حياته من فترة، يعني بصراحة لابد إنه يقدم أفضل ما عنده في هذه البطولة. ولكن أنا أشوفها بصراحة من هذه المجموعة اللي راح يعني يتأهل، أتوقع الإمارات وقطر. هذه توقعاتي، الإمارات المتصدر وقطر الوصيف. أعطونا توقعاتكم لبطولة كأس الخليج، من يتأهل من دور المجموعة. خلصنا من بطولة كأس الخليج، الحين نروح لدوري الإنجليزي. الدوري الإنجليزي على فكرة فيها منافسة كبيرة حاليا. نشوف إنه حاليا فيها فرقة تدهور، فيها فرقة تفوز بالحظ بعد ذلك يضربوها، في يعني كثير مشاكل بصراحة في الدوري الإنجليزي حاليا، ما فيه يعني فيها منافسة. إنزين نبدأ أول شيء مع ليفربول اللي فاز على ليستر بالحظ أنا أسميها، بأخطاء مدافع، ولكن يجيك فرانكفورت ويفوزوا. فرانكفورت على فكرة هذا الموسم بصراحة مقدم مستويات كبيرة مع الأفرقة الكبيرة. يعني عندك خسروا فقط مع الأرسنال يعني من الأفرقة الكبيرة كذا، لكن فاز على السيتي، وفاز على ليفربول، وفاز على اليونايتد، وتعادل مع تشيلسي، وتعادل مع توتنهام. فمسوي ربشة بصراحة مع الأفرقة الكبار ومع مدربهم ومع لاعبيهم وعناصر، مقدمين مستوى كبير في هذا الموسم، ويمكن قد نشاهدهم حتى انه يتعدى المركز السابع. انا اعطيكم اياه كذا. لكن وعندكم نفس الشيء المنافسه اللي راح تكون اليوم عندنا منافسه كبيره بين السيتي وتشيلسي. تشيلسي اللي في اخر 7 مباريات مع مدربهم الجديد والى اخره، واللي اعطوه كل الثقه. تخيلوا 7 مباريات مباراة واحدة فقط اللي فاز فيها، وباقي المباريات يا تعادل يا خسارة، يا تعادل يا خسارة، يا تعادل يا خسارة. ولكن أنا أتوقع أن مباراة السيتي اللي راح يلعبوا معاها يمكن راح يحدد مستوى فريق تشيلسي، راح يحدد مستقبله إذا راح يرجع للمنافسة أو إنه راح يتدهور، ويمكن راح يتبدع حتى مدربهم إلى آخره من مباراة السيتي. يمكن قد يفوزوا السيتي ويرجعوا للمنافسة مرة ثانية، لأنه معظم كذا. لكن على العموم السيتي كل ما يتعادل في هذا الموسم، المباراة اللي بعدها يفوز بنتيجة على الأقل، أقل شيء فارق 2. هذا اللي شفناه بصراحة من السيتي. ولكن أنا أتوقع أن هذه المباراة راح تكون فيها منافسة كبيرة. وعندكم لكن نفس الشيء فريق يعني يمكن أنا قاعد ألاحظ عليه، هذا الفريق عنيد، يعني ضد السيتي وليفربول يقاتل بأقوى ما عنده. مع الفرقة الثانية تعال وضربه وروح عادي كذا، اللي هو ايفرتون تعادل مع ليفربول وقدم من افضل المباريات بصراحة اللي شفتها في هذا الموسم لايفرتون مع ليفربول، وتعادل من جديد مع السيتي 1-1 اخر مباراة كانت بين الفريقين. يعني قدموا مستوى كبير، يعني ضد الفرقة ضد سيتي وليفربول مدرب عنيد ما يبغى يخسر كذا. لكن باقي الفرقة يشرخوه ب3-2-4 يعني متلعوز حياته. وعندكم نفس توتنهام اللي خسر اخر مباراة وتعادل المباراة الثانية، يعني انا قلت سنة جديدة وخلاص بيفوزوا وخلاص تبدأ بداية. ولكن مو اهم شيء انه يا رب انه يتعاقدوا مع اسماء جديدة، خاصة حاليا في فترة انتقالات شتوية والآخرة، وراح يرجع لمنافسة توتنهام. ونعطيكم اياه توتنهام راح يرجع للمنافسة.
ولكن احسن شيء رجعت المنافسه في الدوري الاسباني اللي هو بين ريال مدريد وبرشلونه بنفس النقاط، يعني انه في منافسه اكبر حتى بين الجمهور وبين الفريقين راح يقدموا مستويات. ولكن خصم برشلونه القادم اللي هو اتلتيكو مدريد اللي شوي متلعوز الى اخره في الموسم، ولكن مع برشلونه لما يلعب راح يقدم افضل المستويات، ونتوقع انه راح تكون حتى تعادل. ولكن اتمناها بصراحه، اذا تعادل برشلونه يتعادل ريال مدريد، اذا برشلونه فاز تفوز ريال مدريد، عشان ترجع المنافسه ويكون افضل، يعني يكون دوري فيه منافسه بين فريقين والى اخره. على العموم وصلنا الى نهايه المقطع. اذا ما مسوي لايك روح سوي لايك واشترك عاد مره واحده. مع السلامه.